ما ينفعش اعديها لك، وانت اكيد شفت الفيديو ده، بس تعالى نتفرج عليه سوا. تعالى يا حبيب قلبي، عازمك على ضحك خام، اتفضل. انا زيزو ده لو طلب من جمهور الزمالك ان احنا ندفع له من جيبه قسما بالله انا ما بكذب، احنا هنديله كل مرتبنا وهنديله كل جنيه داخل في جيبنا ليه هو مخصوص عشان خاطر يجدد في نادي الزمالك. احنا زي ما بنحبه تمام، وهو لو ما حبيناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع نكمل ولا هينفع هتدفع لزيزو من جيبك قسما بالله ورحمه والدي المتوفي انا ما بكذب. لو طلب ان انا ادفع له من جيبي عشان خاطر تجديده هدفع له ومش هبخل بجنيه. ليه؟ مش هفكر لحظه. ليه؟ لان انا عندي شرف وانتماء لقضيتي اللي هي نادي الزمالك. انا لو جبت اي حد من الشارع وجاب او عنده انتماء للزمالك بدل زيزو ولعب وهيديني، انا هشيل شبشبه على دماغي من فوق. وزي ما بقول لزيزو جدد يا زيزو، عشان انت لو ما جددتش هتخسر كتير قوي. احنا لا بناخد فلوس من النادي، احنا لا بناخد اي حاجه ولا لينا اي مصلحه، احنا بندفع من جيبنا كتير قوي، احنا بنخسر شغلنا، احنا بنسيب حياتنا، بنعطل حياتنا وبنعطل يومنا عشان خاطر اليوم اللي فيه الماتش. احنا زي ما بنحبه تمام، وهو لو ما حبناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع نكمل من غير الزمالك انت ولا اي حاجه، من غير الزمالك انت ولا اي حاجه. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. بقول لك يا ملك، بذمتك يا ملك، انت اتعشيت امبارح ولا نمت جعان؟ تخيل يا عزيزي، تخيل يا عزيزي بقى، فوقك بقى من الكوره والكلام ده، تخيل واحد بيقبض في اليوم 150 جنيه عايز يصرف على واحد، يعني ممكن ياخد في اليوم مثلا 250,000 جنيه. تخيل انت بقى. طب يا ابني، طب اصرف على بيتك، مكفي بيتك يا باشا وربنا ساترها معاك. في ناس كتير محتاجه، في ناس كتير محتاجه مرميه حواليك في الشوارع، ناس مالهاش اي مأوى، ناس مش لاقيه لبس، ناس مش لاقيه تاكل، اخواتك بيتم ابادتهم في الناحيه الثانيه، ما دول الاولى ان انت تتبرع لهم بالفلوس طالما انت كده جامد. والمفروض ان انت بقى عايز تتبرع لواحد بياخد 250,000 جنيه في اليوم، انت ما بتاخدش الا 150 جنيه في اليوم. تخيل يا عزيزي ان انت عايز تصرف على ده، عايز تصرف على مليونير. وبعدين انت بتتكلم كزملكاوي ليه؟ انت لا تمثلني كزملكاوي ولا تمثلني كمواطن مصري ولا تمثلني اساسا تحت بند ان انت اخويا في الدين، لان الاسلام ما بيقولش الكلام ده. وبعدين انت بتتكلم في ايه يا جماعه؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه يا جماعه؟ ده لو انت مقتنع، لو انت كزملكاوي مقتنع ان كلامه صح، يبقى انت كده محتاج حرفيا تدخل العنايه، محتاج فعلا ان انت بقى يعني تعيد استكشاف عقليتك وتعيد استكشاف تفكيرك مره تانية لو انت مقتنع بكلامه ولو انت حابب كلامه. وبعدين ايه المزيكا بتاعت اغنيه الزمالك اللي شغاله على كلامه ده؟ يا جماعه هو ما بيقولش حاجه حلوه، ده بالعكس ده كميه اهانه رهيبه. يعني ايه تدفع مرتبك لواحد اساسا بيقبض واحد ما يعرفكش يا ابني؟ يا ابني وليه الكلام ده يا جماعه؟ كزملكاويه ما بيحصلش اللي عندنا. واحده تبيع حلاها علشان لاعب، وواحد تاني يرفع هاشتاج مش عارف ايه ابيع ايه علشان اجدد لساسي. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه الضحك ده يا جماعه؟ ده دوناروما في اي ميلان، دوناروما في اي ميلان يعني يعتبر كان افضل حارس مرمى في الدوري الايطالي. وشوف بقى كميه عشق الدوري الايطالي او كميه عشق جمهور الميلان. يا سلام بقى، يا سلام بقى على فوسا ديليوني. يعني فوسا ديليوني دي، رابطه فوسا ديليوني دي اللي المنحنى الجنوبي في مدرجات الميلان دي معروفه بالتعصب. ده رموا على دوناروما فلوس علشان يقولوا اتفضل مع السلامه، فلوس ورق عشان يقولوا اتفضل مع السلامه. ما وقفوش عليهم. اتفرج يا باشا، بلاش يا عم النسخه الاوروبيه، اتفرج على جمهور النادي الاهلي وشوف تعامل جمهور النادي الاهلي مع رمضان صبحي، وشوف تعامل اداره النادي الاهلي مع ملف رمضان صبحي، واللي كان في البرايم بتاعه اعلى من زيزو بتاعك. يعني برايم رمضان صبحي، وتخيل قالوا له ساعه وتفضل مع السلامه، ساعه وترد علينا، مش عاجبك اتفضل مع السلامه. انت في الناحيه الثانيه بتعمل ايه؟ ايه يا عم العك اللي انت بتعمله ده؟ شوف تعامل النادي الاهلي يا عم. محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم قال تاثيره مع ناديه اعلى من تاثير زيزو معانا مليون مره. محمد عبد المنعم اللي جايب لهم 2 دوري ابطال افريقيا، محمد عبد المنعم اللي الاستاد بتاع مركب محمد الخامس سمي باسمه مركب محمد عبد المنعم بسبب الجون التاريخي اللي جابه في الوداد، وجاب دوري ابطال افريقيا اللي غايب عننا بقالها 22 سنه، اللي غايب عننا بقالها 22 سنه. محمد عبد المنعم جابها من مركب محمد الخامس بنفسه. قالوا له اتفضل مع السلامه، مش بيقفوا على حد. رمضان صبحي انت عايز ايه؟ عايز تمشي اتفضل مع السلامه ساعه وترد علينا، مش عاجبك خلاص اقفل التليفون واخلع. بس رساله هنا لزيزو لجمهور نادي الزمالك. تعال نسمع الفيديو ده نرجع نعقب عليه. اسمع. زيزو ده لو طلب من جمهور الزمالك ان احنا ندفع له من جيبه قسما بالله انا ما بكذب، احنا هنديله كل مرتبنا وهنديله كل جنيه داخل في جيبنا ليه هو مخصوص عشان خاطر يجدد في نادي الزمالك. وزي ما سمعت كده بالصحاب، ده جمهور نادي الزمالك او فرد من جمهور نادي الزمالك، يعني بيتكلم ان احنا اللي هو بيحلف وحلف ايمانات ورحمه ابوه لا يجوز الحلفان الا بالله. بس انا جبت حته بسيطه يعني اللي هو حلف يعني ايه ان بالله اللي انا ادفع من راتب الشخصي يعني لزيزو والكلام ده. بص، اول حاجه يعني لو انت هتدفع من جيبك ما هتدفع للجامع او ادفع اخواتنا اللي في السودان وفي غزه لو انت مقتدر قوي كده يعني
ماشي، ما علينا، لسه احنا يعني مش هقول العقل مغيب، بس هو ده الاقرب فعلا. يعني احنا وصلنا لمرحله ان الكوره بقت حياتنا. ماشي، مع العلم انا بحطها كل مره في السياق واقول لك اهدى ويركن التعصب. كل واحد بيتعصب لفريقه، بس ما تحطهاش في السياق الكبير قوي. بس احنا في غفله عموما يعني. بس في الاول والاخر فكره ان انك تخلي اللاعب بتاعك بالشكل ده، ما هو الرساله بتوصل له. فاكر المساسي مثلا، الوليه باعت حلقها، هو بيع لباسه وجدد لساسي. فاكر بن شرقي طارق يحيى لما طلع والنبي يا بالقلب بقى جدد. فكره ان انت تعمل كده للعيبه، يعني نفسي اجيب كلمه في سياق الكوره، يعني ابقى محترم، بس والله ما لها كلمه تانية. احنا بنلحس ليه كده للعيبه؟ نفسي والله الاقي لها تعبير يعني في الكوره، مش لاقي. ده اسمه لحس. ليه؟ يعني ان انا هدفع فلوس من جيبي علشان اقعد؟ ليه؟ انت بتوصل اللاعب يركب فوقنا للدرجه ايه؟ احنا ازاي وصلنا لكده؟ اتكلمنا في الحرمانيه ولو معاك مقتدر واتكلم، بس نيجي بقى للنقطه بتاع الفنيا بقى. ليه؟ ده انت اللي عامل زيزو، انت اللي عامل الزمالك، اللي هم جمهور الزمالك او جمهور الاهلي. يا ابني انت اللي عامل الانديه دي. انا مش فاهم ايه التفكير ده. فكره انك تلحس حرفيا للاعب كده وهندفع بالجيب علشان زيزو يجدد، وبالرقم ده انت عارف زيزو بيخش له كام؟ وانت بيخش لك كام يا ابني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلشان كده على فكرة زيزو بيلوي حرفيا بيستند على الجمهور. عارف ادفع زيزو 200 مليون ليه؟ عشان يشوط لي بيلين يعني ولا كورنر ولا. فكرة اللي زيزو برضو بيركل على الجمهور، ما تفكرش. لا هو ذكي وذكي قوي وبيعرف يلعبها صح. وما الجمهور يقلب عليه بتلاقيه بينزل استوريات ومقرب للجمهور، شوف انا عايزكم اهو، انا عايزكم، ويروح اجدد بالسنتين و200 مليون ذكي بيعرف يتعامل كويس في الحاجات دي. واحنا مع احترامي على مدار الفتره اللي انا تابعت فيها جمهور الزمالك والكلام ده عاطفي زياده عن اللزوم، لدرجه ممكن يعني الشخص اللاعب ده اهم من النادي، وده غلط، وده اللي موصلنا للمرحله دي. اما رسالتي بقى للاستاذ احمد سيد زيزو، اللاعب سيد زيزو، اللاعب زيزو بتاعنا يعني. اتمنى يا زيزو الفلوس اللي انت هتاخدها اللي لسه ما جددتش بعقدك، الله اعلم، بس انت الاقرب ان انت هتجدد يعني. يا زيزو يعني رساله ليك، يعني المفروض تحلل فلوسك ديت. يعني ايه؟ يعني في اوقات صعبه. يعني انت بقى 5 سنين اهو في النادي، انت بتاخد ارقام محترم. في ال5 سنين دي ما جبتليش دوري الابطال، يعني المفروض تبقى انت الفارق، انت الشاذ، يعني انت اللي تكسر الدنيا. عايز دوري الابطال بقى يا زيزو، الدوري ده نكسبه ونخش، المفروض انت المميز اهو، انت اللي واخد رقم. عايز دوري الابطال وعايز اروح كاس العالم. للأمانة الفيديو ده فيه كمية رسائل ونصايح ومقارنة بتعرفك الفرق ما بين الأهلي والزمالك، والفرق ما بين جماهير الأهلي وجماهير الزمالك. لأن اللي بيتقال في الفيديو ده والله العظيم مش طبيعي، وأنا هوريكوا. أكيد كلكم شفتوا المشجع الزملكاوي اللي طلع قال لك أنا مستعد أدي زيزو مرتبي الشخصي كله مقابل ان هو يجدد. وكل زملكاوي مستعد يعمل كده. اولا ما تجمعش، يعني اتمنى ان انت ما تجمعش، واتمنى ان احنا نعمل حدود للعيبه الكوره يا جدعان، عشان الوضع بقى سخيف جدا، وللاسف الوضع بقى مضحك جدا. وهعمل مقارنه بسيطه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، ومقارنه بسيطه ما بين اداره الاهلي واداره الزمالك في اتخاذ القرارات المهمة. احنا زي ما بنحبه تمام، هو لو ما حبناش وادانا نفس الحب ده مش هينفع نكمل من غير الزمالك انت ولا اي حاجه. يعني والله العظيم الواحد مش عارف ياخد الفيديو كتحفيل ونضحك ونحفل ونهزر، ولا ياخد الفيديو كنصيحة. الواحد مش عارف يضحك ولا يحزن للكلام اللي اتقال في الفيديو ده. اصلا الكلام متناقض. يعني انا لو هتكلم كورة بعيد عن النصيحة، الكلام متناقض. يعني هو بيقولك انا مستعد ادي زيزو لزيزو مرتبي، وفي نفس الوقت يقولك انت من غير الزمالك ولا حاجة. يقولك انا مستعد ادي زيزو مرتبي، وفي نفس الوقت يقولك يعني يا زيزو، يعني انا مش فاهم الفيديو، ولا فاهم وجهة نظر الفيديو، ولا مصدق ان الكلام ده بجد. لولا ان انا شايف الفيديو وحضراتكم شايفينه قدام عينكم، ما كنتوش هتصدقوا ان الكلام اللي اتقال ده بجد. انا مش هقول لك الفقير اولى بمرتبك، لان الله اعلم كل واحد بيعمل ايه، الله اعلم انت بتطلع، يعني دي حاجة بينك وبين ربنا، فمش هتدخل في القصة دي.
اولا ما تضمنيش معاكم، ما تجمعش جمهور الزمالك انه مستعد يدفع لزيزو من جيبه، عشان الكلام ده مضحك بصراحة. الكلام ده مضحك ومحزن. انا ادفع ليه لزيزو مرتبي؟ واحد بياخد انا معرفش هو بياخد حاليا كام، لكن مثلا ممكن يكون بياخد 30 مليون في الموسم، ربنا يبارك له ويزيده. فهو زعلان عشان الزمالك عايز يديله 60 مليون، فهو عايز 95 مليون في الموسم. فانا اللي مرتبي 3-4 آلاف جنيه اروح اديهم لزيزو عشان يجدد؟